غادي نهضروا في موضوع اخر واحد جرأ يهضر فيه تم سجنه تعذيبه ثم قتله. موضوع لا هضرتي فيه غير نسى راسك ونسى بالله عندك شي عائله، ولا كنتي ساكن برا نسى بالله عندك شي بلاد وما ترجعش ليها. الذي يجرؤ انه يتكلم عن الموضوع يعرف نفسه من الجزائريين. نعم. اليوم غادي نفضحوا الكابرانات قدام الشعب ديالهم. يمكن ان تمر ألاعيبكم على الشعب الجزائري هذه المره. غادي نشوفوا كيفاش كيستعملوا القضيه الفلسطينيه بشكل خبيث باش يمتصوا غضب الشارع ضد الاوضاع المزريه اللي كيعيشوها. قل من يوم الاستقلال وهو يقبع تحت الفقر. غادي نجيبوا لهم الدليل ان الطائرات اللي كتقصف الفلسطينيين كتستعمل البترول ديال منطقه بالجزائر، كيفاش ان استقلال الجزائر كان على حساب الشعب الفلسطيني، الصفقات السريه بين اسرائيل والجزائر، الاسلحه التي طورت على ارض الجزائر لضرب فلسطين. اللي عليا انا غادي نديرو والكره كتبقى في ايدكم البارطاج. مظاهرات في جميع أنحاء العالم مساندة لفلسطين، فرنسا، أندونيسيا ومليونية في المغرب، إلا الجزائر التي طالما تبجحت وتاجرت بالقضية. رجل دين كيخاطر بحياته كيتكلم في الموضوع. يا حكام الجزائر، يا رئيس تبون، اتق الله عز وجل أنت ومن معك، كنا إخواننا في فلسطين. واحد الفئة بريئة كتثيق بالخطاب الرسمي المستحمر للشعب. عندنا تبقى قضية مقدسة لينا بالنسبة للشعب الجزائري، وعلانيتهم كيتحمسوا وكيخرجوا في مظاهرات. السلطات الجزائرية تمنع الوقفات التضامنية مع فلسطين، الذي دائما في شعاراته يقول نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلوم، يمنع المظاهرات. ضحية مسكين، ما على بالوش بأن الدولة ديالو فقط دولة شعارات تاريخ بطولات وهمية، احنا سلسلة اغتيالات وانقلابات، أكاذيب وبطولات وهمية اللي الكابرانز كيحرصوا على إخفائهم، ما أكدته القناة الفرنسية الثانية. D'ailleurs, les autorités algériennes ne sont pas mécontentes de montrer à leur opinion publique qu'elles tiennent tête à l'ancien colonisateur français. فين ما داروا شي اتفاق مع شي عدو للأمة العربية كيشترطوا عليهم السرية باش يبقاو يلعبوا أشواكر قدام الشعب ديالهم، بالتالي الشعب كيبقى عايش في بطولات وهمية. لكن ما تخافوش خوتنا الجزائريين، نحن نحترم ذكاءكم ولا نستحمركم. احنا سلسلة اغتيالات وانقلابات. اغتيالات، وهذا غيكون مصير أول من تجرأ وتكلم عن العلاقات السرية بين الجزائر وإسرائيل. الحقيقة أن المرحوم محمد تمالت اللي قتلتوه تحت التعذيب كتب كتاب عن العلاقات الجزائرية الإسرائيلية. الرسالة الدموية كتوصل بنجاح. كل من تجرأ وتكلم في الموضوع سيكون مصيره مصير محمد، لأن تناول الموضوع يهدد الأمن القومي الجزائري. لكم أن تتصوروا ردة فعل الشعب لسقطات جميع الأكاذيب على تبنات العقيدة ديالو. المجاهد الأمير عبد القادر، الثورة، الاستقلال، وإشاعة الوقوف في وجه إسرائيل. يا بقى يا حسن، حرام عليك، سيب أبوك في حاله بقى. أنا بسأله. مش هيرد عليك يا حبيبي، أبوك مش هيرد عليك. ليه؟ مش هيرد لأنه مات. لا تسكت. رشيد نكاس، المعارض والمرشح السابق لرئاسة الجزائر، يلخص النفاق الجزائري في جملة واحدة: كيفاش تقطع العلاقات مع المغرب بحجة التطبيع، وإسرائيل تستمتع بخيرات البترول الجزائري. إسرائيل عندها 65% في أضرار الغاز. إسرائيل، نتنياهو، دافيد روبنشتاين، الزعيم تاع كارليل، الزعيم تاع نبتون، الزعيم تاع تواد، وين مع من يخدم مع سوناتراك فورا. وين جايه هذه نبتون؟ جايه في اضرار. نعاود لكم. وبما انهم كيثيقوا فقط بالامم المتحده، إذا الفضيحة هذا النظام العسكري اللي نهار هو يتهجم على المغرب ويكذب، النظام العسكري اللي صدعنا بالتطبيع وانا مانيش مع التطبيع، صدر لإسرائيل 21 مليون دولار تاع السلاح. هذه الأمم المتحدة اللي تتكلم. وليس هذا فقط، تصوروا معايا أن إسرائيل en 1962 votait pour l'indépendance d'Algérie. إسرائيل غريب، مش فقط حيتاش فرنسا أعطت الإسرائيليين الصحراء الجزائرية لإجراء هذه التجارب عليهم، ولا حيتاش قال لك لو ما قبلناش كنا نأخر الاستقلال سنوات أخرى، أو لأن ما يصطلح عليهم بالثوار أهدوا الشعب الجزائري لإسرائيل. الشعب الجزائري استخدم من قبل الفرنسيين والإسرائيليين كفئران تجارب لهذه التجارب النووية. أو لأنهم أهدوا لإسرائيل أراضيهم لتطوير أخطر صاروخ قتل في الفلسطينيين، وأعطتهم مجال لتجريب صواريخ عليها. يمكن نقولوا أن استقلال الجزائر جاء على حساب الفلسطينيين. لكم التعليق، وهنا أول مرة غادي نكون نتفق مع تبون. الاستقلال لما يتم
إلا يوم تستقل فلسطين. هذا استقلال ناقص. التاريخ لا يرحم. صحيح استقلالكم غير كامل، اخطأتوا فاش ضحيتوا بالشعب الفلسطيني مقابل إسرائيل en 1962 votait pour l'indépendance de l'Algérie. ودابا باغيكم تركزوا معايا. رغم جميع الأدلة اللي سردناها غادي يكون من الصعب أننا نفيقوا الإنسان الجزائري من هذا الحلم الجميل اللي كيلعب فيه دور البطولة ونرجعوه للواقع اللي غيدرك فيه أن البطولات ديالو فقط أوهام. الأمر جد صعب والصعوبة كيشرحها هذا الفيلم. كيلعب فيه ديكابريو بطل الفيلم اللي قتل ولادو ومرته من بعد السطا ولا كيعيش أوهام وكيتخيل ليه كل شيء كيتآمر عليه وبغى يقتلو بعد مجهودات كبيرة ديال الدكاترة النفسانيين باش يتعالج ويرجع للواقع ويعرف شكون هو. كيقول جملة من أشهر الجمل في السينما: ماذا تفضل أن تعيش الواقع وتعرف أنك إنسان خبيث وقاتل، أو تعيش في الأوهام لكن بدون ألم؟ فانتظروا أنهم غيبقوا ينعتوكم بالمطبعين ويبقوا يعيشوا في الأوهام المليء بالبطولات ويبعدوا ما أمكن على الواقع لأنه مليء بالأكاذيب. شكون هنا؟ معاش اللي ما عرفناش. احنا شعب لا تاريخ ولا ماضي، وعودنا ريح وكلامنا فاضي. نملاو الدنيا صراخ على بلوطه وتكلاخ، ونسكتوا كي يجوع الفلاح ويتغاوم الناس الفلاح.